السلام عليكم. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. في الحلقة اللي فاتت كنا وقفنا عند هزيمة المغول في معركة عين جالوت وهروب باقي فلولهم من المعركة. وفي طريق الرجوع من الشام بدأت الهمسات تدور في الخفاء. في شهر أكتوبر سنة 1260 ميلادي وفي منطقة بين دمشق والعريش كان السلطان قطز على رأس موكبه عائدا لمصر. وقف الجيش للاستراحة وبيبرس طلب يقابل السلطان على انفراد. دخل عليه بابتسامة، لكنها كانت آخر ابتسامة شافها قطز في حياته. مد بيبرس إيده كأنه هيبوس إيد السلطان، لكن في لحظة خاطفة سحب خنجره وطعنه طعنة غدر. سقط قطز البطل اللي كسر المغول غارق في دمه بين جنوده اللي ما صدقوش اللي بيحصل. وبموت قطز انتهت صفحة وبدأت صفحة جديدة في تاريخ المماليك. بيبرس بذكائه وشجاعته قدر يسيطر على الموقف بسرعة وأعلن نفسه سلطان مصر الجديد بلقب الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري. ومن اللحظة دي بيبرس ورث دولة خارجة من حرب، لكن بعزيمة ما بتتهدش. قدر يعيد تنظيم الجيش ويقيم تحالفات مع بقايا الخلافة العباسية في القاهرة علشان يدي الحكم شرعية دينية بعد سقوط بغداد. وفي عهده اتأسست دولة قوية وقفت قدام فلول المغول والصليبيين وبنت مجدها على سيوف العبيد اللي أصبحوا ملوك. وهنا بدأت حكاية جديدة، حكاية الظاهر بيبرس اللي كان من قادة معركة عين جالوت. بيبرس المملوك الشجاع اللي اشترك في التخطيط لنصر جالوت بقى دلوقتي سلطان مصر. بس طريق الحكم ما كانش مفروش بالورود. البلد كانت خارجة من حرب، الخزينة شبه فاضية، والأمراء لسه الولاءات عندهم متقلبة بين بحري وبرجي. لكن بيبرس كان أذكى من إنه يدخل الحرب من جوه. من أول يوم بدأ يثبت حكمه بالعقل قبل السيف، رجع هيبة السلطنة ونظم الجيش والإدارة وخلى القاهرة تبقى قلب العالم الإسلامي الجديد. وبنرجع لبغداد سنة 1258 بعد المغول ما أسقطوها. كرسي الخلافة العباسية كان فاضي ومفيش خليفة للمسلمين، وبيبرس استغل ده كويس جدا. جاب واحد من أفراد الأسرة العباسية اللي نجا من المذبحة وأعلنوا الخليفة العباسي في القاهرة. ومن اللحظة دي بقيت مصر مش بس دولة قوية، لكن بقت مركز الخلافة الإسلامية الجديدة. والتصرف ده يا صديقي بيدل ذكاء سياسي من الطراز العالي، لأن الناس بدأت تشوف في بيبرس مش مجرد حاكم، لكن حامل إسلام الجديد. وبيبرس ما اكتفاش بالسياسة وبس، لأ، ده كان قائد ميداني من الطراز الأول. كان فاهم إن النصر الحقيقي مش في المعركة، لكن في النظام اللي بعدها. نظم الجيش بدقة وخلى الدولة كلها تتحرك كأنها جسد واحد. أنشأ شبكة بريد سريعة تتابع الأخبار أول بأول، وده خلى المماليك لأول مرة يبقوا دولة منظمة تعرف الخطر قبل ما يجي. لكن رغم كل ده الخطر لسه ما اختفاش. فالمغول في الشمال بيستعدوا للعودة، والصليبيين على السواحل لسه بيحلموا بالانتقام. وعشان كده قرر يواجه الاتنين في وقت واحد. بدأ حملاته العسكرية سنة 1261 وجه ضربات سريعة للمغول في شمال الشام، وطهر مدن زي حماه وحمص وحلب منهم. وفي نفس الوقت هجم على الإمارات الصليبية على سواحل عكا وطرابلس. المدن اللي كانت بتعيش في أمان سنين تحت حكم الصليبيين بدأت تتساقط واحدة ورا التانية. بيبرس كان بيقاتل بعقل وتخطيط مش بعشوائية.
وبيبرس ما اكتفاش بالسياسة وبس، لا، ولأنه كان قائد ميداني من الطراز الأول، كان فاهم إن النصر الحقيقي مش في المعركة لكن في النظام اللي بعدها. نظم الجيش بدقة وخلى الدولة كلها تتحرك كأنها جسد واحد. أنشأ شبكة بريد سريعة تتابع الأخبار أول بأول، وده خلى المماليك لأول مرة يبقوا دولة منظمة تعرف الخطر قبل ما يجي. لكن رغم كل ده الخطر لسه ما انتهاش، فالمغول في الشمال بيستعدوا للعودة، والصليبيين على السواحل لسه بيحلموا بالانتقام، وعشان كده قرر يواجه الاتنين في وقت واحد. وبدأ حملاته العسكرية سنة 1261. قام بتوجيه ضربات سريعة للمغول في شمال الشام، وطهر مدن زي حماه وحمص وحلب، وفي نفس الوقت هجم على الإمارات الصليبية على سواحل عكا وطرابلس. المدن اللي كانت بتعيش في أمان سنين تحت حكم الصليبيين بدأت تتساقط واحدة ورا التانية. وفي سنة 1263 هاجم عكا وخلى الصليبيين يعرفوا إن مصر رجعت قوة يخافوا منها. وسنة 1265 حرر مدينة قيسارية وبعدين أرسوف، وفي سنة 1268 حرر أنطاكيا اللي كانت من أقدم وأقوى الإمارات الصليبية في الشرق. النصر ده هز أوروبا كلها وخلى اسم بيبرس يتردد في كل بلاط ملكي هناك. بس بيبرس ما كانش بس محارب، كان إداري عبقري. بنى الجوامع وعمر المدارس وزين القاهرة بالمنشآت اللي لسه شايفينها لحد النهاردة، زي جامع الظاهر بيبرس في الحسين اللي اتبنى سنة 1269. الناس شافوا فيه عدل وقوة وهيبة وما بيخافش. كان معروف عنه إنه بيعاقب أي حد يظلم الناس مهما كان منصبه. وفي آخر سنين حكمه بدأ جسمه يتعب، وفي سنة 1277 اتوفى الظاهر بيبرس في دمشق بعد 17 سنة من الحكم. ساب وراه دولة قوية وجيش منظم وإمبراطورية يخاف منها الصليبيين والمغول على السواء. عهد انتقال السلطة. طبعا وزي ما كلنا عارفين يا صديقي إن الطبيعي وبعد موت الظاهر بيبرس إن الكرسي يفضى. وهنا وبعد مشاورات وقع الاختيار على ابن الظاهر بيبرس بركة خان، لكنه للأسف الشديد ما كانش بذكاء والده ولا قوته، وده اللي فتح الباب لتدخل كبار القادة والمماليك. وكان بركة في الفترة دي شاب عمره تقريبا 17 سنة، شابا قليل الخبرة. وأول غلطة عملها إنه اعتمد على مجموعة صغيرة من المماليك اللي نشأوا معاه في القصر، وفضل الأمراء الكبار اللي خدموا والده بيحتفظوا بنفوذ واسع في الجيش والإدارة. وفي بداية حكمه حاول السلطان الشاب إنه يثبت سلطته بإبعاد بعض كبار القادة اللي كان خايف منهم على الكرسي، ووزع المناصب على المماليك المقربين منه. لكن السياسة دي ضايقت الأمراء، وعلى رأسهم الأمير قلاوون اللي كان من أقوى رجال الدولة في عهد بيبرس. والغلطة التانية اللي عملها إنه عشان يقدر يبعدهم عن القاهرة ويحد من نفوذهم أمل بإرسالهم على رأس حملة عسكرية إلى أرمينيا الصغرى سنة 1279. وده لأن خطته انكشفت قبل رجوعهم، وتسرب لهم خبر إن السلطان ناوي يقبض عليهم لما يرجعوا. فما كان منهم قبل وصولهم من الحملة إلا إنهم اجتمعوا واتأمروا عليه، واندلعت الأزمة داخل العاصمة. وهنا أدرك بركة إنه فقد السيطرة، وإن ولاء الجيش ما بقاش ليه، فاضطر إنه يتنازل عن العرش لأخيه الأصغر سليمان الملقب بالملك العادل سلامش. وده كان طفلا صغيرا، لكن الحكم الفعلي انتقل للأمير قلاوون اللي أصبح الحاكم الحقيقي للبلاد. وطبعا نفي بركة خان بعد عزله إلى قلعة الكرك في بلاد الشام، وعاش تحت الإقامة الجبرية، وهي سنة واحدة، وتوفى هناك عام 1280 ميلادية في ظروف غامضة اختلفت عليها الروايات. فبعض المؤرخين قال إنه مات مريض، والبعض الآخر قال إنه اتقتل بأمر من قلاوون قصه بسبب خوفه من رجوعه للسلطة. كان حكم بركة خان قصير، يدوب سنتين تقريبا، لكنه كشف عن ضعف النظام الوراثي في دولة المماليك اللي قامت في الأصل على القوة والكفاءة لا على النسب والوراثة، ومهد سقوط الطريق أمام قلاوون ليتولى السلطنة رسميا
ويأسس أسرة قوية هتحكم مصر والشام لعقود طويلة. ولحد هنا تنتهي سيرة السلطان بركة خان، الابن اللي ورث المجد دون أن يرث الحكمة، فغلبته صراعات القصر وسقط ضحية لعبة الحكم اللي أبدع فيها أبوه. ومن هنا يبرز اسم السلطان قلاوون. السلطان قلاوون ملك مصر والشام، لأنه بعد تنحي بركة خان وعزله وانتقال السلطة لأخوه المعروف باسم العادل سلامش، وده كان طفل، وكان نائب السلطة هو قلاوون. ومن الموقع ده ما بينتظرش كتير، لأنه بيقرر يعزل السلطان ويستولى هو على السلطة، ويعلن نفسه سلطان مصر والشام رسميا بلقب الملك المنصور قلاوون. ومن اللحظة دي بدأت واحدة من أقوى وأطول فترات الاستقرار في دولة المماليك. قلاوون يا صديقي كان رجل سياسي من الطراز الأول، اتعلم من اللي شافه في عهد بيبرس، وفهم إن الحكم مش بالقوة العسكرية بس، لكن بالتحالفات والعلاقات الذكية. فبدأ بإصلاح الجيش وتنظيم شؤون الدولة، ورجع هيبة السلطنة في الشام ومصر. وكان مدرك إن خطر المغول لسه قائم، وإن سيف الإسلام لازم يفضل مرفوع. وفي نفس الوقت كان الصليبيين بيحاولوا يستغلوا أي ضعف في المماليك علشان يرجعوا لنفوذهم في الشام. لكن قلاوون مداش فرصة لحد، لأنه بدأ بحملة عسكرية منظمة استعاد فيها مدينة المرقب وبعدها طرابلس سنة 1289 ميلادية، ودي كانت واحدة من آخر قلاع الصليبيين في الشام. وكمان اهتم بالعمران والاقتصاد، أنشأ مدارس ومستشفيات، وأشهرها بيمارستان قلاوون في القاهرة، اللي كان من أعظم المستشفيات في العالم الإسلامي وقتها، واللي لسه آثاره باقية في شارع المعز لحد النهاردة. وفي عهده اتوطدت العلاقات الدبلوماسية بين المماليك وبعض قادة المغول المسلمين في الشرق، خصوصا بعد ما أسلم جزء من المغول ودخلوا في تحالفات ضد الإلخانيين في فارس. وكان بيحاول يوازن بين الحرب والسياسة، بين السيف والدبلوماسية. لكن القدر ما اداهوش فرصة يكمل مشاريعه كلها، لحد ما بنيجي لسنة 1290 ميلادية، وأثناء استعداده لحملة جديدة ضد الصليبيين في عكا، مرض السلطان قلاوون وتوفى بعد ما حكم حوالي 11 سنة، ترك فيها دولة قوية ومستقرة بيخاف منها المغول والصليبيين وكل أعداء الأمة الإسلامية. وبعد وفاته تولى ابنه الملك الأشرف خليل ابن قلاوون، واللي هيكمل مسيرة والده وهيحقق الحلم الكبير بسقوط آخر معقل للصليبيين في الشام. ولحد هنا صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. وما تنساش لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. دمتم بخير.